النادي الاهلي كان عنده ايجابيات كتيره جدا في المباراه من جانب مارسيل كولر. رقم واحد ان الراجل قدر ان هو يحافظ على اكبر كم وعدد من اللعيبه اللي موجوده في القوام الاساسي، بيريح بقى علي معلول، محمد عبد المنعم، بيريح كهربا، مروان عطيه، حمدي فتحي، محمد هاني، عشان هو بيفكر في المباراه بتاعه نهائي دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هو خلاص بالنسبه له الدوري بنسبه 95% بقى موجود في النادي الاهلي. رقم اتنين وده برده مهم جدا، سلسله الانتصارات المتتاليه ما وقفتش بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي تلاقي الريتم على طول شغال، اي حد هيلعب هيشتغل بشكل كويس لان الاجواء كلها مناسبه. رقم ثلاثة وده الاهم، ان الراجل بدا يجهز لعيبه معينه، احمد القندوسي هتلاقيه الفتره اللي جايه في الدوري بياخد بشكل مستمر، محمد مجدي قفشه هتلاقيه الفتره اللي جايه بياخد بشكل مستمر، عمرو السوليه اللي كان غايب لفترات طويله بسبب الاصابات المتقطعه هيبدا ياخد في الدوري بشكل مكثف عشان يتم تحضيرهم للي جاي. النادي الاهلي بيلعب في اكتر من بطوله، هيبقى عنده كاس عالم انديه لو خد دوري ابطال افريقيا، وهيبقى عنده لعيبه برده عايز يجهزها للمباراه